نتعرف على ديار الربيعي، البطاقة الشخصية، وأيضا إيش وقت بديت تكتب شعر؟ بالبداية البطاقة الشخصية ديار محمد جبار من بغداد، شاعر عراقي شعبي وإعلامي. ما شاء الله عليك. بكالوريوس إعلام جامعة بغداد. البداية الشعرية كانت 2014، بداية غير حقيقية، كانت بها هفوات، بها أخطاء كثيرة، لكن البداية الفعلية لديار الربيعي كانت 2015. 2015 بلشت تكتب شعر، كم عمرك؟ نعم. كان عمري بذاك الوقت 18 سنة تقريبا. ليش يقولون دائما للشاعر أنه البدايات هي أصعب شيء؟ عادة ما تكون بها هفوات، يكون الخجل بعيد عن الاحتكاك، غريب على الوسط اللي هو رايد يدخله، فلحد ما تبني علاقات، لحد ما تكون اكو احتكاكات داخل الوسط، لحد ما الناس تتعرف عليك، يلا تكون انت صاقل نفسك وطارح نفسك كشاعر متكامل. نسمع شيء؟ نسمع. يلا. نقول أول مرة نام وما محاكيك، وانا اللي كنت ابكي وشاقيك، رحت زعلان من تريد نرتاح، من نزعل عليك اصف واغنيك، اغار من الزعل بيناتنا يفوت، لذلك حتى من تغلط اراضيك، ومن تبرد رغم كل المسافات، وصلت المرحلة بالصوت اغطيك. أنا الماء مكلفك كلش وياي، تجيني بالحلم ما أرضى خليك، أمني عجبك تغثني مدللك حيل، كنت حتى على نقطة ضعف أدليك، أمني عجبك تسافر وانت بالبيت، أنا البسوالف الحلوة يوديك، يا ما ترضى ان تفارق حتى بالنوم، وما تنسى درموشك إلا واسيك. شلون أواسيك؟ دل اللول الولف يا ونسة الروح، يا الحلوات منك حتى الجروح، سد عينك وقلبك خله مفتوح، صح بعيد بس سوالف تلوح، حالاتك من تنام ووعيك يروح، غرورك يطفى ويخليك مفضوح، واسمع شكو مضموم مملوح، وتفز شبعان نوم، وانا تانيك اول مره نام وما محاكيك. الله صح لسانك. الله يسلمك. اليوم شلون تشوف الشعر له دور بحل المشاكل بالمجتمع؟ ساعد المجتمع انه احنا ما شاء الله يوم عن يوم تزداد مشاكلنا. برايك اليوم الشعر يقدر يحل المشاكل اللي يعاني منها المجتمع؟ وبالبدايه يعني يجب ان يكون قادر، يجب ان يكون قادر، تناول كثير من المشاكل الاجتماعيه بمجتمعنا، يعني على سبيل المثل حالات الطلاق، حالات المرأة اللي تكون ما عندها أطفال، كان عامل مهم بالأحداث الأخيرة اللي خاضها العراق كمعارك داعش المهزوم. صحيح. كان دافع مهم جدا للقوات الأمنية في المعارك. أريد أسمع منك شعر ذكرت به في قضية وحاولت أنه توعي المرأة، توعي المجتمع باختيارك لهذه القصيدة والكلمات هذه القصيدة. والله يعني المواضيع كثيرة اللي تناولناها، بس هي راد لها شوية مساحة أكثر حتى نوصلها بالشكل الشكل الصحيح. شو تسمعنا؟ احنا حتى نستغل الوقت. اي هو انا اريد اسمع شعر اليوم، ما اريد اسالك. الله يسلمك. حتى نستغل الوقت فراح اقرا مقاطع غزليه على راحتك للتوثيق من خلال برنامجكم يعني. اكيد، شكرا جزيلا. تقول اضحك نرفز الدنيا، الله، وغور لي شكو حلوه، وغير عيونك اتحداك دلينا على شيء يسوى. الله حلو. يا ما مشي وشبهك بيه مو قوه، انا ارد اختصر كل الغزل وياك، انت الفدوه هي تروح لك فدوه،
عيونك حلوة، خصرك حاجبك لا كلك تخبلين، أشك مخلوقة مو من طين أنا من طين، ليش اختلف لوني؟ يا القمرة يسمونك وأنا الظلمة سموني، وراك تعثر من أمشي وأقل لربي عديها، تخوفني لحبك ليش هي حكاية واحكيها، ورد للبيت واضحك حيل واسولف لامي بعيونك، عارض بيتنا للبيع اهلك ما يبيعونك، ايش قد شافت حلوين عيوني، بس من شفتك كان ما شايف. الله. انا الموت اللي ما خوفني، ايش بيه قبال عيونك خايف، ايش بيه وكان الجو يخبل لما شفتك، ليش اتراجف هسه قلبتك ما شفت اللولة، الله بطينك مدري شايف. الميت قلبه، الميت قلبه تعدل عيونك، تنرفز قمره بلون سنونك، عمي عيون اللي ما يشوفونك، الله بطينك مدري شايف، ايش قد شافت حلوين عيوني، بس من شفتك كان ما شايف، برقبتها ضعت تيه الدرب منين، بس ربك ستر والشامة كانت باب، أول مرة أحب اللون الأسود هيك، يا شامتها أحس من عندي باقت شاب، عمر وأنا القلب ما صاحي بس مرضان، بس من شافها ما جزت ساعة وطاب. سلامتك. صح لسانك. الله يسلمك. ليش ما صرت شاعر أغنية؟ والله يعني إلي رأي خاص بيه. ما تحب تقولي؟ ما أحب أطرح. كثرة الشعراء برأيك بالعراق هي حالة مفيدة يعني إيجابية لو حالة سلبية مريضة؟ لا بالتأكيد سلبية، لأن الكثرة عمت تنهي من الجمال. يعني سابقا كانوا يسولفوننا واحنا طلعنا الشعراء معدودين على أصابع اليد، صح. اليوم هسه على سبيل المثال شعراء الأغنية تلقين الأغنية مسموعة ومحفوظة بس اسم الشاعر مجهول، ما حد يوصل له. هذا بسبب الكثرة. يعني صح. سابقا كنا نعرف كتاب الأغنية معدودين ونقدر نعدهم، من نسيل عليهم نقدر نعدهم، فهي حالة سلبية كثرة الشعراء. وقلت ليش تقتل الجمال 100%. خلينا نتكلم على الشعر أو الشعراء اليوم، ليش نشوفهم مظلومين إعلاميا، مظلومين من ناحية تسليط الضوء عليهم؟ سابقا كنا نسمع هواي برامج تختص بالشعر. نعم. نسمع اكو فد مسابقات شعريه. نعم. اكو امسيات شعريه بالمطاعم، لكن حاليا كل شيء اختفى او قل. هي شوفي اليوم اكو موضوع مهم، اليوم النجوم اللي مصدرين الوسط الشعري على مستوى العراق، وعندنا نجوم وصلت عربيا مو بس محليا، مو كل النجوم هم شعراء أبد، مو كل النجوم هم شعراء، أكو ناس ما تستحق النجومية اللي وصلت لها. صح. فسؤالك اللي هو ليش، أنا نسيت السؤال. حلو. ليه؟ أنت هم نسيتي؟ لا والله نسيت، ليش تنسى؟ ليش تحس إن الشعراء مظلومين إعلاميا؟ مو هو الظلم. والمحافل الشعرية اللي كنا نشوفها من ناحية تقديم البرامج، ومن ناحية المسابقات الشعرية، ومن ناحية المنتديات، كلها اختفت وقلت. مو اليوم يعني صارت مبنية على العلاقات. كل الأوساط داخل العراق هو مبني على العلاقات. يعني اليوم أنا صديقي رئيس منتدى أنا راح أقرب هذا المنتدى، أو صديقي مقدم برامج أو معد برنامج راح أظهر بالبرنامج، وكل برنامج داخل المؤسسة اللي يعمل بيها من خلال علاقتي بهذا الشخص. من باب ثاني الظلم هو ما يعني الإعلام ما يظلم 100%، جائز يكون كسل من الشخص نفسه. بالضبط، الشخص هو يظلم نفسه باختياره للطريق الخطأ. أنا على سبيل المثال بفترة من الفترات يعني كنت موجود بالقنوات، موجود بالمؤسسات، موجود بالمنتديات، بالمهرجانات، بس أنا كسلي وابتعادي عن الوسط ظلمت نفسي. الإعلام ما ظلمني.
اليوم هو الشخص من ايده اكيد. نعم. مسك الختام قصيده نسمعها حتى نختم البرنامج. اتمنى انه طول الوقت وياك اكثر. الله يسلمك. حتى اكيد نسالك هواي اسئله، لكن ان شاء الله لنا حلقات اخرى. ان شاء الله. مسك الختام عاده ما يكون الشاعر هو المظلوم بالعلاقات العاطفيه. اي هسه. فاحنا راح نتناوله من غير باب. يلا نسمع. تقول سامحيني الهسه ما مجهز غرفتك، وانا ادري بنص هلج تقتل غرفتك. فلوسي قد تابوت مو غرفة زواج، ويضحك النجار من قلي وذكرتك. قلت اطيح من التعب نيشان اجيب، وتالي سويت العكس طاحت دمعتك. وانا ذاك الريح بس ريح الخبيث، الاجى على شفايفك طير ضحكتك. من شافك بعاز الضوى راح شمعتك. السوى كل ذني ولا لاعب قذلتك، وانت سويت فضل كلش كبير. من سمحتي لأطر شارع صفنتك، من بدال مرايتي صارت وجنتك. من اسم قام يروح ويرد على شفتك، وبيها صالح على العرض وادم تقول وانا صاحب عرضه كل ما جت قسمتك. ومالي بالدربين كل خطوه صفيت، لا وجه صالح لمحته ولا لمحتك. يم حبل احنا بس اللي ينشوي يفكر صحيح، صير صلفه وقوموا عزمين بخطبتك. هواي جو غير رفضتيهم شجاج، كان وافقتي ولعت وضقت لوعة فرقتك. هواي جو غير رفضتيهم شجاج، كان وافقتي وضقت لوعة فرقتك. يم حبل اعدامي واقدر بس اريد اللي يعدمني زوجك، وبشرط كون بحلقتك. الله الله يسلمك. نورتنا، شكرا جزيلا. نتمنى لك الموفقيه. شاعر ذو نوعيه. اليوم احنا فرحانين اكيد التقينا بك. انا فرح جدا، وشكرا جزيلا لانه خليناك تنتظر هوايه بسبب اكيد لا الضيوف. بالعكس كنا متونسين. شكرا لك.